صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. يا رسول الله يا حبيب الله. وعلى آل بيتك المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. السلام على الإمام الغريب. السلام على الإمام المسموع المظلوم البعيد عن الأوطان ولا تسأل عما رأى من الأذى. يا حبذا الموت المريح، حبذا ونال من ذوي القلوب القاسية ما لا تطيقه الجبال الراسية. تبكي على غربته الأملاك. ترى مو سهلة. أخذوا الإمام من المدينة مجبرا إلى مار، وهذا الطريق مو سهل تراها. أنت تروح تشوف، تروح بوسيلة بأخرى وتتعب بعد. شحال الإمام كل هذه المسافة البعيدة، وجاءوا به مجبرا بأبي وأمي. ويل بليل ويلات للمأمون، ويل لذاك الغادر الخون. فقدم السم له في العنب. اشحال الإمام تقطعت أمعاءه بالسم. فداه نفسي وأبي وأمي لرزقه يبكي له الرسول في قبرها. ناحت له البتول وش جرمها يا يوم، وش جرمها واحد تعمد ومسموم. والله
شفق بالسيف في دمهم كل بلدة وكل وادي من أولادي بدر غاية ذوبت قلبي مصايبهم من الراس شاف يساعدها كل صباح وكل مسية ينفقد مني ولا شتتوهم بالفيافي وما يعاون البلد خالية منهم منايا زلهم وما فيها أحد بس حرم واطفال مدهوشين من عظم الامصار. وين راحوا يا فاطم؟ تقول بعض راحوا بالمباني وبعض راحوا بالسجون واللي هاموا بالفيافي للوطن ما يرجعوا والقضاء وبالسم غيله يا خلق ما ينحصى والذين ذبحوا تضل اجسادهم فوق التراب وويلا. تقول بعض عندي بالمدينة بعضها مو بالغروب بعضهم حصل موارى وبعض ما حصل قبور. يا ويلي عليهم كم جسد بالطف عاري راسه بخط يدور كم طفل مرمي بكتر حسين دامي وكم شبع والمصيبة اللي دهتني وش هالمصيبة يا فاطم؟ قالت والمصيبة اللي دهتني بطوس مخسوف البدايا عنه بعيد العشيرة وميت ببلدة جنة لكنما الأمر والمرجع لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وسيعلم الذين ظلموا آل محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه عالم آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. على حب الرضا. اللهم صل على محمد وآل محمد. الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه غريب الغرباء وبعيد المدى
السلطان ضامن الجنة لمن زاره من نار الوضع، رزقنا الله وإياكم شر. لا نجد في الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أحدا منهم أعطي هذا اللقب. وهذا طبعا مو معناه أنه أعلمهم، لا، كلنا في الفضل سواء، وكلهم وارثو علوم الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولكن هناك خصوصية لكل إمام من الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، وهذه الخصوصية مو معناها أنها أفضلية على من قبله أو على أبيه مثلا، لا. مثلا زيارة الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، أنت لو تلاحظ تشوف زيارة الحسين في كل مناسبة، بل في كل يوم يقول لك زيارة الحسين. بعد الصلاة تعقيب، هناك تعقيب بعد الصلاة، زور الحسين صلوات الله وسلامه. هذه مو أفضلية، هذه خصوصية اختص بها الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. أمير المؤمنين مثلا ولد في البيت الحرام في الكعبة المشرفة، وهو الذي شرف البيت، ولكن هذه ليست أفضلية أيضا، بل هي خصوصية، يعني ما هي أفضلية على النبي صلى الله عليه وآله، لا، بل خصوصية اختص بها أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. وهكذا الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. والإمام الرضا ترى صلوات الله وسلامه عليه زيارة العد مو بسيطة، أجرها تكلم فيه الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم من النبي صلى الله عليه وسلم. بضعة مني ستدفن في دار غربة، من زاره كذا وكذا. وتحدث الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. هناك رواية عظيمة وجميلة في زيارة الإمام الرضا عليه السلام، يعني اللي يقرأ هذه الزيارة ربما ينبهر، يقول معقولة يعني؟ ذاك يسأل الإمام عليه السلام، إمام الجواد أو الإمام الهادي عليه السلام، يقول له أيهما أفضل، زيارة أبيك الرضا أم زيارة جدك الحسين؟ شنو الأفضل؟ طبعا يقول الإمام ويعلل. هذا التعليل والتفصيل تشوفه في كتاب كامل الزيارات. هذا كامل الزيارات لابن قويلويه القمي، فيه كل الزيارات للمعصومين صلوات الله وسلامه عليهم، ويذكر بعض الروايات ويشرحها ويفسرها. فمر بهذه الرواية، يقول الإمام إلى صاحبه: بل زيارة أبي الرضا أفضل من زيارة الحسين. شلون يا مولاي؟ الإمام علل، قال لأنه الحسين عليه السلام الكل يزوره، ولكن علي بن موسى لا يزوره إلا الخواص من شيعته. زين، من هم الخواص يا مولاي؟ شنو معنات الخواص؟ هني ابن قويلويه القمي يشرح هذه العبارة، يحط سببين أو يوجهها إلى وجهين. يقول الوجه الأول: لربما في ذلك الزمان، في زمان الجواد الهادي العسكري صلوات الله وسلامه عليه، ما كان أحد يروح يزور الإمام الرضا عليه السلام. هذا سبب واحد. السبب الثاني يقول الخواص. من هم الخواص؟ الخواص هم الاثني عشرية، أنا وأنت وإحنا الشيعة، ثبتنا الله وإياكم على ولايته إن شاء الله. يقول لأن الشيعة فرق، وإحنا نشوف إذا رحنا لأمير المؤمنين للإمام الحسين عليه السلام، رزقنا الله وإياكم إن شاء الله الوصول. وهذه أيام الزيارة، زيارة تزحف لها الملايين. يقول تشوفوا أنتم إن الكل فعلا يزور الحسين عليه السلام. هناك بعض الفرق الموجودة، فرق الهندية الموجودة اللي يسموهم البهرة، هذول عندهم الإمام الذي قتل بالسيف فقط، يعني أمير المؤمنين والحسين عليه السلام، أما الباقي لا، ما يعترفون. هذول مو 12، فما يكونوا على الحق أصلا. بعد في الإسماعيلية وغيرهم من الفرق التي تنتمي
تقول إحنا وصلنا مثلا إلى زيد بن علي، زيدية أو الإسماعيلية، الأبطحية، هذه كلها فرق، هذول مو خواص. هني الشيخ القمي على الله من قبل يقول هذول مو خواص لأنهم مو شيعة أصلا. الشيعة هم الاثني عشرية الذين يقرون باثني عشر إمام. فهذا الوجهين يعلل الإمام عليه السلام. يقول الوجه الأول أن الإمام عليه السلام يعني ما كان في ذاك الوقت أحد يذهب لزيارته، مع أن الروايات كثيرة، من زارني على بعدنا. يقول ذاك الإمام عليه السلام يقول من زار والدي له 1000 حجة. يقول له 1000 حجة، مستغرب. قال له 1000 حجة، مو بس 1000 يعني 100,000، أجر 100,000 حجة. وش تبغى؟ على كل حال الإمام عليه السلام لقب بهذا اللقب العظيم لأنه كان وانتشر في زمانه العلم في أقطاب الأرض. والسنوات اللي الإمام عليه السلام كان يجلس للتدريس فيها ويخرج فيها العلماء مو قليلة، 30 سنة. الشيخ القرشي على الله مقامه يبين في كتابه موسوعة أهل البيت، يذكر ما يقارب 360 شخص اعتمدوا على يد الإمام عليه السلام وهم علماء مو بس تلاميذ يعني. وقد خرج لنا من تراثه العظيم الكثير. زين يقول شلون يعني منتشر العلم في زمن الصادقين الباقرين سلام الله عليهم؟ تمام. الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه هو المؤسس، لأنه بعدما عاد إلى المدينة من مقتل الحسين صلوات الله وسلامه عليه يقول ارتد الناس بعد مقتل الحسين إلا 3. تصور يعني انت شلون هالشكل انقلبت الأمة يعني الإمام زين العابدين دخل المدينة وشيعة ما فيها أصلا، وهذا من قبل الإمام الحسين عليه السلام وهو في مكة وهو في المدينة. يقول ما عندنا 10 من شيعتنا أصلا، لا في مكة ولا في المدينة. فالإمام زين العابدين لما رجع أسس لهذه المدرسة، والمؤسس الأول من الطرق التي نشر فيها التشيع أنه كان يشتري العبيد، كان يعتق في السنة 100 عبد عفوا. شنو 100 عبد؟ وش يسوي فيهم الإمام عليه السلام؟ يعلمهم الفقه، يفقههم في الدين وينشرهم في الأرض. تحسب 34 سنة، كل سنة 100 شخص يعتقهم وينشرهم في أقطاب الأرض. والله شنو انتشر التشيع في الأرض؟ بجهود الإمام عليه السلام. هذا أول جهد قدمه الإمام زين العابدين، ما قعد هالشكل فقط، لا. ثم أتى الباقر عليه السلام وفتق العلم، وأتى بعده الصادق صلوات الله وسلامه عليه وانتشر العلم وجاء الرضا صلوات الله وسلامه عليه. وكان المتمم، بس مو المتمم الأخير، كان المتمم لهذه العلوم والمتمم الأخير الذي في زمانه ستخرج الأرض خيراتها هو الإمام المنتظر عجل الله تعالى. لكن الإمام الرضا كان له دورا كبير في نشر العلم. وشوف من تراث الإمام عليه السلام، من التراث العظيم الذي إلى اليوم موجود، المأمون عليه ما عليه طلب من الإمام الرضا عليه السلام، قال له أنا أريد منك شيء. شنو هذا الشيء؟ قال له شيء ينظم حياتي في الأكل، في المشرب، في النوم، في المشي، حياتي اليومية كاملة. شلون يعني وش أسوي في حياتي أنا اليوم؟ متى آكل، متى ما آكل، متى أنام، متى أجلس، متى أمشي، ترتيب الحياة البدنية. قال للإمام ما يخالف الشرع، فكتب له الإمام رسالة، وللآن موجودة هذه الرسالة، اسمها الرسالة الذهبية. هذه اللي يقرأها يشوف الإمام شلون يفصل تفصيل ممل إذا الإنسان يبغى يهتم بحياته اليومية البدنية. ودكاترة ما دكاترة، هذا كله من علم الإمام عليه السلام، من علم آل محمد صلوات الله وسلامه عليه أجمعين.
حتى المأمون قال هذه الرسالة يجب أن تكتب بماء الذهب، فسميت بالرسالة الذهبية. عجيبة هذه، موجودة تشوفها في الانترنت في المكتبات، كلش رائعة هذه الرسالة الذهبية. شوف الإمام شلون يفصل فيها، حتى وقت النوم، وقت الأكل، بين الوجبة والوجبة كم من الوقت، تفصيل ممل. هذا ما قدمه الإمام الرضا، شيء من بحر في قطرة، ولكن ظل المأمون يتحين الفرص لقتل إمامكم. شوف الجهد الجبار بعد ما شاف مناظرات الإمام عليه السلام واحتجاجاته وشاف ميل الناس إليه، خاف أن ينقلب الناس عليه، فما الحيلة؟ قال لا بد من اغتيال علي بن موسى، فجهز له العنب المسموم. استدعاه يوم من الأيام، يقول أبو الصلت ذهبت مع مولاي الرضا فأوقفني على الباب، قال لي يا أبو الصلت إن خرجت ورأسي مكشوف فكلمني، وإن خرجت ورأسي مغطى فلا تكلمني. دخل إمامكم صلوات الله وسلامه عليه، دخل على المأمون وأعطاه من ذلك العنب. يقولوا أكل الإمام عليه السلام 3 عنبات ثم ألقى بالبقية. قال له يا ابن العام، قال لقد بلغت مرادك، وخرج بأبي وأمي وهو مغطى الرأس. يقول أبو الصلت مشيت خلف الإمام، دخل إلى داره رمى بنفسه على فراشه من حرارة السوم. أيوة إماما هو غريبا، تدري إن أقوى سم أعطينا الإمام الرضا عليه السلام. الإمام الحسن ظل 40 يوم يتلوى من السم، لكن الإمام الرضا 3 أيام تقطعت أحشاء أبي محمد، صار يقذف دمه وكبده في الطشت من حرارة السم وهو يتلوى يمينا وشمالا إلى أن حضرته الوفاة. يقول أبو الصلت أنا كنت واقف وإذا بغلام كفلقة القمر قد دخل، قلت له من أنت؟ قال أنا مولاك محمد الجواد. قال ما الذي أتى بك؟ قال الذي أتى بي من المدينة أدخلني من هذا الباب، فجاء إلى أبيه وانكب عليه ضمه إلى صدره، صار يوصي بوصاياه. يشوف الرضا، يشوف الجواد يبكي، يقول له ولدي تبكي، لماذا تبكي؟ قال له أبكي عليك مسموما غريبا. قال بني إن كنت باكيا لشيئين فابكي لجدك الحسين، فإنه قتل مظلوما عطشانا. عظم الله أجوركم أيها المؤمنون. ثم توجه ناحية القبلة وعرق جبينه وسكن أنينه، إذ لما النهار ثار الغبار وغمض عينيه وفاضت روحه الطاهرة. أنا مناد وإماما وسيدا، ضجت طوس بالبكاء واصبحت طوس بزلال.
يجرب محمد تزلزل يا خلق عرش الجلي، والأعلام السود منشورة ومتى معهم تسيل، اهتزت السبع العلية وبالأرض صار انقلاب، وويلاه قام شبله يغسله والدمع من عينه مدد على المغتسل والماء جاء من السماء، بالطفوف حسين جده اتغسل بفيض الدماء، والجفن ساف الثرى عريان مسلوب الثياب. قام الإمام بتغسيله وتكفينه، والألوف تنتظر تشييع الإمام. شلون خرجت تلك الألوف لتشييع إمامكم وانت هالسنة أشوفك جالس يعني ما رحت للحسين؟ هذا 40 زيارة 40 التي تزحف لها الملايين. زين روح للرضا، اسمع لسان الحال بعدها. هاي السنة محرومنا من زيارة 2، من زيارة المولى الرضا وزيارة هذه السنة محرومنا من زيارة 2، من زيارة المولى الرضا وزيارة ارفع جفوف بكل فرض وادعي الرحمن، يا رب وفقني ازور الرضا السلطان، وش حالة اللي عايش بحسرة وحرمان، وما يحظى ينظر قبة فيها قرة العين. هذه السنة محرومنا من زيارة 2، من زيارة المولى الرضا وزيارة. كنت ادعي صوب، كنت انا ادعي صوب قبره بدمع مذروف، يا صاحبي المعروف سوي وياي معروف، امتى يا ابو محمد اوصل عرض لطفوف حتى ازور حسين وامشي مع الماشين. فاطم لو خلت الحسين قد مات شانا بشاط إلا لطمت الخد فاطم عنده، وأذريت دمع العين بالوجنات. يا الله إلهي بحق الرضا المرتضى بعيد المدى ضامن الجنة لمن زاره من نار الله، اشفي كل مريض سير المنظورين منهم، فك كل أسير فرج عن كل مكروه.
فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر وخوف من ذلك يا كريم. وارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم يا كريم. المؤسسين تقبل لهم أعمالهم وسفي أرزاقهم. إخواني الحاضرين احفظهم فردا فردا وأيدهم بهم. وإلى أموات المؤسسين وأموات الجالسين ومن مات على الإيمان رحمه الله ومن يقرأ الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسنتم الله والديك. ماجور تابعين.